مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اقول لك ولا تزعلش. النهاردة بمناسبة شهر مايو واعياد العمال. طبعا انا مش جاي اتكلم على المرتبات ولا على المنحة يا ريس ولا الكلام ده، علشان الحاجات دي بصراحة ده كلام بيزعل، فانا عارف ان هو بيزعل اكيد. فانا مش جاي اتكلم على ده، جاي اتكلم على حاجة تانية. كلمة دايما كلنا بنسمعها كتير ويمكن بنرددها: التقدير خسرنا كتير. طب خسرك ايه يا عم؟ طب ليه؟ ليه التقدير بيخسرك كتير؟ والتقدير ده هل هو على مستوى الشغل بس؟ يعني بين المدير وبين الموظفين بتوعه، ولا التقدير عامة بين الناس وبعضها، بين الاصحاب، بين الجيران، بين اي حد انت بتتعامل معاه في حياتك؟ آه، الموضوع كبير وهينقسم لحاجتين: التقدير اللي هو لو انت في شغلك ك كمدير او كموظف، والتقدير في الحياة عامة. يا ريت اي حد مننا دلوقتي عنده اي موقف حصل خاص بالتقدير، او هو اشتغل شغله. طبعا كلنا عملنا، حصل فينا الحكايه دي، اشتغل في بروجكت، اشتغل في وظيفه معينه وما لقاش المردود اللي هو كان عايزه. يشاركنا على الصفحه بتاعتنا وعلى الشات هنا بتاعنا اللايف، ويقول لنا ايه اللي حصل معاه، ونسمع الأغنية اللي جاية دي، أكيد مناسبة للموضوع بتاعنا. مش فيك عايش دوم دور المظلوم شدوا قوم كل ما اشوفك تقول انك مهموم مش فيك عايش دوم دور المظلوم شدوا قوم كل ما اشوفك تقول انك مهموم كل يوم مثل اليوم زعل ولوم لا تقول لي مفهوم ومو مفهوم شدوا قوم وش فيك عايش دوم دور المظلوم مظلوم وهوم شدوا قوم مظلوم وهوم شدوا قوم وش فيك عايش دوم دور المظلوم شدوا قوم عايش أوهام العناء إنك مسكين مظلوم يجن العالم يغني يغني وإنت بالأحزان تحوم عايش أوهام العناء إنك مسكين مظلوم يجن العالم يغني يغني يا الموهوم شدوا قوم وش فيك عايش دوم دور المظلوم مظلوم وهوم شدوا قوم شدوا قوم وش فيك عايش دوم دور المظلوم شدوا قوم ورجعنا لكم تاني في موضوع حلقتنا النهاردة من أقول لك ولا تزعلش. التقدير كسبنا كتير. التقدير بيندرج تحت الكلمة الحلوة. لو انت اي حد عمل لك جميلة او شغل بسيط حتى، او كان شغال معاك في بروجكت، او طلبت منه طلب وهو قدمه لك وقدرته بكلمة، مش لازم يكون تقدير مادي بس تقدير معنوي، صدقني هيفرق معاك انت شخصيا، هتاخد نتيجة رائعة من الشغل ده. وهو الشخص ده لو كان قدم لك يعني مساعدة بسيطة جدا، المرة الجاية هيقدم لك كل ما عنده، ويجيب كمان ناس يساعدوك. يعني ده هيساعدك ويجيب ناس يساعدوا كمان. فالكلمة فعلا صدقة. حتى لو انت مش هتقدم تقدير مادي، لو انت مدير
اهتم بالناس دول، قدرهم، قول لهم كلمة حلوة. خلونا نشوف كده بعض الدراسات حددت شوية نقط ازاي الناس، المديرين او المسؤولين يقدروا الناس اللي شغالين معاهم. طبعا احنا هنشوفها على الجانب الشغل. اول حاجة قالك علمهم ان المهم السعي مش النتيجة، ان احنا بدأنا نسعى ونشتغل في الشغل ده، كل واحد يبدأ يجيب احسن ما عنده. تاني نقطة قالك ما تدروش تاسك انت لو مكانهم مش هتعمله، يعني حط نفسك مكان الناس دي، لو انت مكانهم مش هتقدر تعمل التاسك ده، فما تدروش حاجة تعجيزية. اه النقطة اللي بعدها قال لهم اعزمهم اي يوم في الاسبوع على دونتس. يعني طبعا اكيد مش دونتس، احنا ممكن نخلي الدونتس دي فول وطعمية، والله احنا بنرضى بقليلنا قوي والله يعني. ففعلا يعني ان انت لو حتى لو بتديهم بونبونايه كده او شوكولاتايه صغيره في الاسبوع على الناس اللي هم عملوه، بتصبح عليهم، بتديهم كده، بتفرق مع الناس قوي. الناس هتبدا يومها بابتسامه، هتشوف شغلها حتى لو هي مش طايقاه، هتبدا بابتسامه، الانرجي دي هتفضل حتى لو الوقت صغير، بس هيبداوا في الوقت الصغير ده هيعملوا انجاز. قدر حياتهم الشخصيه. النقطه التانية قدر حياتهم الشخصيه. دي بتفرق قوي مع الناس. انا دلوقتي زميلي عنده فرح، دلوقتي مش هقدر اخليه قاعد في الشغل لحد الساعة 12 وهو فرحه، مش هيبقى عامل زي حنفي اللي قاعد طبق ورديتين علشان بيخلص شغل يعني. تمام. حد عنده مثلا مناسبة بتهنيه، بتتكلم، تواصل الناس مع بعض ده مهم جدا وبجد بيفرق. احترم وقتهم، واحضر في ميعاد الميتنج. يعني انا دلوقتي عندي ميتنج طبعا، ده حاجه مهمه جدا وناس كتير جدا ما بتعملهاش. تيجي في الميعاد بالظبط علشان الناس بتبقى بتهتم جدا بالحاجات دي. علمهم وشجعهم ان حد منهم هيكون مكانك. دي مهمه قوي، ان مفيش اي كرسي بيفضل صاحبه عليه. مفيش البوزيشن ده مش هتفضل فيه طول العمر، انت هتمشي. فلازم لما تمشي تعلم اللي جاي بعدك يعمل ايه، تحطه في مكانك حتى لو يوم. يا جماعة انا النهاردة مثلا حد هو اللي هياخد القرار، او هو اللي هيمشي الشغل بدالي النهاردة. ده بيفرق كتير قوي مع الناس. وفعلا لازم سيستم الشركة نفسها يبقى كده، ان الدنيا ما بتقفش على حد. اعتمد عليهم في مهمات كبيرة، مش لازم تاسكات صغيرة بس، لازم يحسوا ان في حاجة كبيرة هم بيعملوها. آه، خدوا منهم دايما فيدباك عن الشغل. احنا دلوقتي عملنا كذا كذا، ايه رأيكم يا جماعة في اللي حصل ده؟ آراء الناس بجد، يعني البرين ستورم ده مهم جدا، اللي هو العصف الذهني، الناس تتكلم تتناقش، كل واحد يقول افكاره، مش لازم واحد بس هو اللي يتأثر بالامر او باتخاذ القرار. ده بيفتح كتير سبل جديدة. اهم حاجة بقى اللي الناس كلها بتعاني منها، انسب الشغل الحلو لاصحابه. حد عمل شغل، تمام، هو الراجل ده في التيم بتاعي، بس انا لازم اقول ان الشخص ده هو اللي عمل الشغل ده، ما نسيبش الشغل ده لنفسي. ان الشخص ده زي برضو ما قلت لك قبل كده، لو هيعمل حاجة صغيرة، المرة الجاية هيعمل تاسك اكبر من اللي انت اديتهوله بكتير، لانه عرف ان انت قدرته وذكرت اسمه ونسبت له الشغل بتاعه. دي حاجة مهمة، وللأسف مش موجودة عند ناس كتير جدا من اللي شغالين معاهم. خلي كل موظف يتحمل مسؤولية أفعاله. كل واحد لما يتقسم له تاسك معين يعرفه، يبقى لو أنا عرفت كل واحد الغلطة دي جت منين، جت من فلان ده اللي عمل المشكلة دي. طبعا دي حاجة مفروغ منها. النقطة دي اعمل لهم تريننج من وقت للتاني، لازم يكون في تدريب للناس. مهاراتهم بتزيد، ثقتهم في نفسهم بتزيد، بيتعرفوا على ايه الجديد اللي موجود في السوق. مش لازم التريننج يكون مكلف، يعني حتى انت ايفن لو جبت حد ماشي في نفس الفيلد ده بس في شركة تانية وقعد مع الناس وقال لهم، لا بيفرق معاه. طبعا موضوع حلقتنا النهاردة قول لهم شكرا، لازم يكون في كلمة شكرا دي مع الناس. لازم نقول كلمة، مش لازم ندي بالفعل. ده كان بالنسبة للنقط او التبس اللي هي خاصة بالناس اللي اوريدي شغالة، الناس اللي هي مديرين او اصحاب قرار. طيب انا دلوقتي واحد مش صاحب قرار
ولا مدير. وبروح الشغل، كام واحد مننا بيروح مش طايق نفسه، مش لاقي نفسه في الشغلانة دي، بيسب وبيسخط في الناس اللي شغال معاهم، مش قادر، كأن عارف طفل صغير رايح المدرسة وبيدبدب في الأرض ومش عايز يكمل. كلنا بنعمل كده، عدد كبير جدا مننا. طبعا أكيد في ناس يعني عندها جو كويس في شغلها، مش كل الناس عندها السلب ده. بس ايه الأسباب بتاعت الحاجات دي؟ انت بتكون آه، قدراتك أعلى بكتير من الشغل اللي انت شغال فيه. وطبعا كلنا بنشتغل علشان الماديات، عايزين فلوس، عايزين نعيش، عايزين ناكل ونشرب ونسدد المديونات بتاعتنا والكلام ده. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى ما نخليش الحالة بتاعت السلب دي توصل لحياتنا الشخصية، ما تأثرش على صحتي، انها بتأدي ابسط حاجة بتبدأ بالاكتئاب، بالملل، بالزهق، بيأثر على صحتك امراض بتجيلك. لا، يبقى انا اعمل ايه؟ التقدير ما باخدهوش وبشتغل، وكمان البيئة اللي انا شغال فيها مش كويسة، شغلي مش مناسب ليا. اعمل ايه؟ دور على اي حاجة صغيرة انت بتحبها. انت لو بتغني، ابدأ خد ورشة عمل، اقعد مع حد صوته حلو يدربك. غني يا سيدي لاصحابك، غني لنفسك، اعمل التكنولوجيا والانترنت ما سابش اي حاجة انت ممكن تعملها. اعمل شانل على اليوتيوب، اعمل شانل على الساوند كلاود، مش لازم تظهر فيها، غني بصوتك. هتلاقي في ناس بتتواصل معاك، في ناس بتعمل لايك، في ناس بتشير الكلام اللي انت بتقوله ده. لو عندك اي علم شيره مع الناس، اعمل قناة على اليوتيوب، اكتب بوستات، اكتب قصة، يعني روح خد ورشة رسم حتى لو انت بتحب. المواهب الصغيرة دي هي اللي بتعدي الحياة. وصدقني اي موهبة من دي هتلاقيها فرقت معاك قدام، هتلاقيها هي بقت شغلك، هي اللي فتحت لك كونتاكس كتير مع ناس كتير، قنوات اتصال كتيرة مع ناس، وصلت لناس اكتر من دايرتك اللي انت كنت بتشوفهم كل يوم، اللي انت اوريدي بتكرههم او مش شايف التقدير منهم. هيفتح لك شغل تاني. لو احنا ما لقيناش كل الكلام ده، على الاقل شفنا الموهبة اللي عندنا، نميناها وانبسطنا لوقت صغير، خلاه يجي معانا على الوقت الصعب اللي احنا بنقضيه في الشغل. ففعلا كلما زادت همتك زادت قوتك. اتمنى ان الحلقة النهاردة ما تكونش كانت مزعجة ولا إوالة زعلت حد. ويا ريت ما نكررش كلام على طول احنا مش فاهمينه، زي التقدير خسرنا كتير. لا ابدا، التقدير عمره ما بيخسر، لا ليك ولا للشخص التاني. وفي نهاية حلقتنا بشكركم على حسن استماعكم، ونتلاقى في حلقة جديدة من أقول لك ولا تزعلش. تصحبكم السلامة والابتسامة. مع ألف سلامة.